السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة من سيدي جابر. احنا كده في شارع ابو قير، ودي كده السور ده وراه على طول الترام بتاعت سيدي جابر. وده كده اللي جاي من ناحية محطة القطر ومحطة الترام. انت كده على شارع ابو قير بالظبط. هتلاقي المحل ده اسمه مشلتة البحيرة. ده متخصص للفطير فقط. فطير بقى وعسل اسمر وعسل ابيض وجبنه قديمه. بصوا اهو، ما عندوش غير الحاجات دي عشان هو متخصص فيها فمبدع فيها، يعني حاجات تحفه. بنجيله من اخر الدنيا عشان ناكل من عنده احلى فطير. بصراحة هي حلوة، الفطيرة حلوة وطعمها حلو وليهم نفس كده مش موجود في اي بتاع فطير تاني غيره. جنبينا وحوالينا ناس كتير بتعمل فطير بس مش زي ده. برضو التخصص حلو يا جماعة. احنا وده بقى هيكون فطارنا النهاردة. فطير بقى مع كوباية الشاي، واللي عايز ياكل بقى فطير بالعسل ياكل، واللي عايز ياكل بالجبنة القديمة ياكل. انا بحب بصراحة بالفطير بالشاي بلبن بس كده، مش بحب معاه اي اضافات، باكله هو لوحده سادة يعني. اولادي بيحبوا الجبنة القديمة ياكلوا بقى بيها براحتهم يعني. بس هو انا يعني لسه جايين فهو سخن، فانا مش عايزة اضيع الفرصة يعني. هو ممكن بعد كده يسخن في الميكرويف بس يعني. هو جاي كده، ده لي احساس تاني عندي. انا طول السكة شم الريحة مستنية اروح. بصوا جماله جميل جدا، تحسوا كده السمنة نازلة منه وريحته كلها سمنة بلدي. ادي كوباية شاي بتاعتي وبس، انا كده مش عايزة الجبنة القديمة، ولادي بقى ياكلوها. نعيده تاني برضو مكانه فين. هو في سيدي جابر، اتجاهك رايح على مصطفى كامل، على ايدك اليمين بس كده.